ولو اختصر الوقت بسرعة حتى نخلص من ونرجو المعذرة من الإطالة. أنا وياي الحادثة سجلها علي وانقلها عني. كنا أيام زمان قبل هذا كنا نروح مشي الكربلاء، نروح مشي على ذاك الطريق مال الشفل مو شي، وهواية بأحداث ناس شايفة وشي. هسه بعدنا الحمد لله كل احنا عادلين، وبإمكانكم تتابعون، مسموح لكم روحوا شوفوا الحادثة. فنمشي اكو بالطريق من طويريج الكربلاء، تدرون ترى مشاهدة كانت مرة بليل مرة بنهار مرة شيء، مع صراع مع الزمن يسموه يم الموضوع. اكو نهر ورا طويريج، نهر يعني مشروع نعبره بالضبط، اكو قطعة يمه 19 كيلو متر كربلاء، هذا المكان اللي اقول لك بيه. على يمينك اكو بيت لخدمة الزوار، ترى خدام الزوار مو مثل هسه قامت كل العالم تبني وصيح اهلا وسهلا، ترى قبل محسوبين، خاف ما تدرون يعني، اللي يدري اللي رايح محسوبين، نعرفهم، راح تتغدى عند فلان وتبات عند فلان، واذا ما وصلت له اذا واحد يقول لك تفضل يجوز يخابر الرفاق يجوا ياخذوك، هو يعزمك ويخابر عليك. لا كنا نعرف ناس. هذا البيت من هاي العناوين الراقية اللي توفقت بخدمة الحسين، البيت يسموه ابو مجاهد رحمة الله عليه. ابو مجاهد انعدم بسبب خدمة الزوار، كتبوا عليه مرتين ثلاث أربعة راح ماكو. ظلت زوجته على نفس الموضوع، على نفس المنوال. فرد يوم احنا عندهم غدانا يمهم، سألت ابنها قلت له سلم لي على امك، قل لها هذه الخدمة ابوك انعدم وانت باقي الى الان، انتم باقين على الخط ما تخاف عليكم. سؤالي كالآتي، طيب منبر يريد يحكي للناس بس شيء مضبوط، مو قالوا وقلت وشفت بالمنام وبالمدري ايش، اريد شيء ملموس، شافت شيء لو معتمدة على الرواية وتخدم الحسين. قال لي راح اصيح لك اياها ان شاء الله هي تكون طيبة موجودة، لان احنا بعد قمنا نمشي منها ما اشوفها. اجت مرة وقور محترمة قالت يا ابن الحلال انا احكي لك حادثة وحدة، بعد انعدام ابو مجاهد زوجها اجتنا زيارة الأربعين وانا ما املك شيء، ام ايتام وزوجها معدوم، اكو واحد كان يمر عليهن امهات الايتام، يقدر واحد لو ينعدم من يقدر يوصلين شيء سطحين. فتقول انا طلعت المغرب دعيت الله ووجهت الحسين علي لا يخذلني ويا زواري، لان الزوار يندلوني واذا اجوا شطيهم شقدم لهم، سألت من الله لا يخذلني مع الزوار. تقسم تقول انا صليت صلاة الليل، يظهر حكي بضبط يعني، صلاة ليل مو تسمعها كلمة صلاة ليل كنت تبني عليها اثر، مو يخدم الحسين وما يصلي، مو يخدم الحسين وما يصوم، وخاف تسمع لك منبر يقول لك روح للحسين وحطها برقبتي وانت هذه، لا يا سيدي، الحسين مو زي الدغمان، الحسين ما يعبر حرامية، الحسين ما يعبر فساق، الحسين ما يعبر الا الابرار الاتقياء، ابدا سفينة الحسين ما تشيل ناس منحرفين. اخاف واحد يقول لك روح وتعبر، لا انا اقول لك صح روح، عسى تلوحك شيء من الطاف الحسين وتعدل وضعك، نعم مو اقول لك ما تروح، لكن مو تروح تعتمد والله انا راح اظل مصر ما اصلي وما اصوم والحسين يعبرني، لا ترى ماكوش كلام. مهم تقول صليت صلاة الليل، وبعد ما صلاة الليل وصلاة الفجر اخذت لي غفوة خفيفة لان عندي مهمة اريد اطلع لها، المهمة انا جايكم بها هسه، خذت غفوة، تقول بهالغفوة شفت كأنما أنا رايحة مشي، هي نصا تقول إحنا هم نروح مشي من نخلص زوارنا وتشح الرجل، كأنما رايحة مشي طلعت مرة ورجال من خان سيارة لوري محملة أغراض، قال تعاي ام مجاهد هاي السيارة إلك، قلت احنا ما محتاجين وبرحمة الله، قال مو بكيفك إلك، صعدوني بالسيارة قالوا للسائق وصلها. قعدت من النوم قلت الحمد لله يجينا رزق ما نضل هيك، بس احنا مخلين بالمرة. تقول بنفس الساعة قمت اطلع برا، عندي غرفة طين حاطة بيها سحالة علف الجاموستين اللي استفيد به للزوار، ريوق حليب قيمر اسوي لهم. تقسم المرأة وانا على منبر والمرأة بعد عدلة وبطويريج مو بعيدة، نقول رحت الغرفة السحالة ردقت للجاموسات علف، لقيت 21 كيس طحين و7 تمن وتنقدين وعدس وشكر، تجهيزات سيارة لوري كاملة مفرغة بالغرفة. إذن هذه المواقف الملموسة، أنا ما جاي عشوائي، ما جاي عفوي، أنا جاي عن بينة،
أدري بأن الحسين يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. إلهي بحرمة الحسين، بدماء الحسين، بغربة الحسين، فرج عن شيعة